الوطني يعني يخرج بمباراة في المستوى، ونحن نعلم سامحني حفيظ، ونحن نعلم أنه الفريق الوطني مع المدرب حليل الزج هو في منحنى تصاعدي. اليوم كنا نتمنى أنه المباراة تجرى، لكن لأسباب كلنا نعلم بها لم تجرى. إذا كانت فيه كذلك لوحة من جمعية فرام، حملة تحسيسية طبعا ضد المخدرات. هذه طبعا مشكورة هذه الجمعية على هذا العمل الجبار الذي تقوم به هذه الجمعية من أجل طبعا تفادي شبابنا لتناول المخدرات، وهذا شيء يخدم الوطن الحبيب. إذن التشكيلتان تدخلان أرضية الميدان. التشكيلة التي لعبت أمام المنتخب التونسي تتشكل من زماموش رقم 16 حارس المرمى، 4 عنتر يحيى وهو قائد الفريق، مفتاح محمد رقم 13، 12 كارل مجاني، 3 بالحاج نذير، يبدا رقم 10 لحسن مهدي، رقم 8 رقم 18 اللموشيه خالد، غلاس رقم 11، سوداني هلال العربي رقم 14، بودبوز رياض مسجل الهدف امام المنتخب التونسي رقم 7، الاحتياط هناك الحارس دوخه عزدين رقم 1، رقم 20 تجار سعد. بالنسبه للتشكيله الثانيه والتي كانت من المفترض انها تواجه المنتخب الكاميروني، مبولحي رايس في حراسة المرمى، بوقرة مجيد المجيك قائد الفريق، مصطفى مهدي رقم 24، 25 حشود عبد الرحمن، 5 بوزيد اسماعيل، 17 كديورة عدلان، 6 مترف حسين، 22 معزة عامر، 15 فيغولي سفيان، وستشاهدون اليوم طبعا فيغولي سفيان، رقم 14 قدير فؤاد، ورقم 16 مطمور كريم، عودية في الاحتياط رقم 21، بوشوك لاعب شباباتنا رقم 19 بوشوك سعيد في الاحتياط. اذا والمدرب السيد حليل الزيتش، طاقم التحكيم ولا يدخل منطقة العمليات. اول هدف جميل جدا قدير فؤاد، وبعد فتحة حقيقة كانت فتحة جميلة جدا من فيغولي اللي شاف انه فيه عدم توازن دفاع الفريق دفاع عنتر يحيى، واكد انه التمريره والتوزيعه لو نشوف توزيعه ونشوف فؤاد قدير اللي سجل الهدف الاول في الوقت البدل تاعه، والتمريره العرضيه من فيغولي. نعم، تمريره عرضيه من فيغولي، شاف انه اللاعب قدير يعني جاء يجري في داخل منطقة الجزاء إلى أنه يمد له الكرة. عنتر يحيى القائد عنتر يحيى بعد تسجيل هذه أو هذا الهدف الرائع، لأنه اللقطة لم يكن فيها وضعية تسلل. طبعا والكل في مقعد البدلاء يبتسم لهدف بوشوك وردة فعله، فرحته بعد تسجيلها. إذا هلال سوداني يعني مد كرة يعني في أحسن ظروف إلى لاعب بوشوك، يعني عودة بقوة للحارس مبولحي يلمس الكرة، لكن في آخر المطاف يعني تدخل الكرة داخل الشباك. فعلا الهدف ما يتحملش مسؤوليته ابدا الحارس مبولحي، وهذه لقطه لعوديه، لكن ارتماء من عوديه ترتاني. ها هو قناص الاهداف العربي هلال سوداني يسجل هدف ثاني في الدقيقه 51 من الشوط الثاني بعد خطا دفاعي من جانب قديورة الذي مرر الكره لمهدي مصطفى، لكن في خطا في قوه التمريره. هشام كانت غلطه من مبولحي، لانه مبولحي كان مد الكره في وسط دفاع، يعني غلطه كبيره، لانه كان يعني من الاجدر يعني يمد الكره في الرواق الايمن او الايسر لدا باش يعني يتجنب الزملاء تاعو باش يعودوا يعني
بسرعه. نشوفوا مبولحي يعني يمد الكره يعني في وسط ذهب نحو انطلاق هشام من وسط الميدان. شوف كرة من الأحسن ومباشرة لبوشوك اللي سجل الهدف الثاني الثالث الهدف الثاني بالنسبة ليه، الهدف الثالث للفريق عنتر يحيى، القائد عنتر يحيى. حقيقة كانت ملعوبة بطريقة جميلة جدا. نشوف الإعادة. شايب كنا نتحدث عن سوداني اللاعب المحلي سابقا المحترف هذا الموسم في نادي جيماراش البرتغالي. سوداني تطور كثيرا الموسم الماضي بسرعة كبيرة جدا، بسرعة رهيبة في تواجد. الشوط الثاني هذا تمكن بوشوك من إحراز، نقدر نقول أنه شارك في الأهداف الثلاث الأربعة، يعني نقول أنه شارك مشاركة فعالة في كل الأهداف. يعني بوشوك والتمريرات تاعو، شوف يعني كيف أنه فقد توازن دفاع مجيد بوقرة، وسجل سوداني الهدف الرابع. إذا 4 أهداف مقابل هدف واحد. قلنا يعني سوء تمركز اللاعب حشود، يعني في كل مره يجد بوشوك نفسه، يعني كنا ذكرنا هذا الشيء قبل اللقطه هذه. بوشوك يعني يوجد نفسه في وضعيه تسمح له باش يمد بكل سهوله للاعب سوداني.